عليكم ورحمة الله وبركاته. ده تكملة الفيديو ازاي او ايه الحاجات قبل ما ادخل في موضوع الجواز للشباب اعملها ويكون عندي فكرة وثقافة عنها قبل ما ادخل او افكر في موضوع الجواز. معاكم آلاء هشام، مدربة تنمية بشرية واستشارات علاقات أسرية. هنتكلم بقى الشباب، الرسالة دي للشباب. أول حاجة لازم قبل ما تفكر في موضوع الجواز لازم تبقى علاقتك بربنا كويسة جدا. طبعا مفيش حد، احنا كل مقصرين بلا استثناء، مفيش حد اصلا يعني تمام، وكلنا بمعنى صح بنعمل ذنوب وكده. بس طبعا ايه، بنرجع لربنا ونتوب تاني، فلازم على الاقل يبقى في علاقة بالله كويسة تعرف تأهلك انك تدعيه وانت مطمن انك هيستجاب ليك وانك هيساعدك في اختيار شريكة حياتك اللي هو اهم مشروع انت داخل عليه. تمام. رقم اتنين، الافضل انك تكون مخلص تعليمك. طيب في ناس هتقولي يا لا، ايه المشكلة لما اكون في التعليم واشتغل؟ مش في مشكلة. لو انت فعلا شخصيتك تقدر انك تتعلم وفي نفس الوقت معنى صح يبقى ليك شغل خاص بيك، بيزنس خاص بيك تفتح بيه بيت عن طريقه بيت والمكسب يبقى ليك، يبقى كويسة جدا. وانت كده يعني ايه، عديت العادة زي ما بيقولوا. تمام. يبقى فكرة انك تكون قادر على الكسب. تمام. رقم تلاتة لازم يكون ليك شخصية صاحب قرار. ما ينفعش انا اروح اتجوز او ادخل على بيت بنت وانا لسه معرفتش اخد قرار ازاي، لسه مش عارف افكر ازاي، لسه بستشير اللي حواليا وباخد كل شويه حد يروح رامي عليا كلمه واخدها واصدقها. ما ينفعش. لازم يكون انت شخصيه معنى اصح صاحب قرار، بتاخد بستشير كل حاجه، بس في الاخر انا بفكر على راي السيسي بعمل فلاتر، وافكر في الكلام نفسه. واشوف الكلام الهين اللي صح والهين اللي انا اقدر اطبقه وابدا اطبقه، والهين اللي انا مش هينفع اطبقه. المهم ان انا ابدا افكر برايي ودماغي انا، محدش يسيطر عليا. قرارك بايدك. تمام. لازم تبقى شخصيه كيان وشخصيه مثقفه جدا. ما ينفعش انا اعتمد على الكلمتين برضو اللي الوالده هيقولهم لي. لازم اكون انا قاري طبيعه المراه، وقاري ان البنت اللي جايه اللي انا ارتبط بيها دي عايزه مني ايه، او معنى صح ازاي اوصل لها ازاي، او ازاي اهتم بيها. انت مش موضوع جواز ان انا داخل على حاجه فلانيه وخلصت، لا، لازم تكون عندك ثقافه. انت المفروض انت راجل، يعني راجل لازم يكون موسوعه. يعني اي حد يساله في اي حاجه المفروض يبقى عنده علم بحاجه. مش مفروض مش فكره ان انا افتي، لا، انا اكون علم او حاجه بسيطه او قاري في كل حاجه، بس حاجات بسيطه بحيث ان انا يبقى عندي ثقافه. تمام. يبقى راجل مثقف. لازم تكون رابع حاجه، لازم تكون محدد هدفك من الجواز. زي ما قلنا قبل كده انا ليه بتجوز، وكان في فيديو عامه للموضوع ده. لازم تكون انت محدد هدفك من الجواز. ما ينفعش ادخل على حاجه وانا مش محدد الهدف منها. طبعا لو عددت النوايا بتاعتك هتبقى ليك اجر كبير خالص جدا على يعني مدار عمرك بمعنى اصح. رقم خمسة، لازم اكون محدد صفات البنت اللي انا هرتبط بيها، سوري. ما ينفعش انا اروح لاي بنت اشوفها كويسه تمام، اختاري لي يا ماما مش عارفه ايه كويس، يلا توكل على الله اخطبها. طب فين يا ابن الحلال صفات البنت اللي انت عايزها؟ طب انت صفاتك ايه انت ذات نفسك عشان تختار البنت المناسبه لصفاتك انت؟ مفيش. يبقى لازم انا اكون انا محدد، انا عارف نفسي انا ايه الاول، علشان لما اروح معنى صح اروح اخطب بنت اكون انا محدد صفاتها ايه، عشان اشوف الصفات اللي هتريحني، مش هو اي بنت وخلاص. تمام. ممكن انت تكلف حد بالبحث عن عروسة، اوكي، واهلك يساعدوك، مش في مشكلة، بس في الاخر وفي الاول القرار ليك انت وانت اللي تحدده. تمام. زي ما قلنا نهتم بثقافتك، اهتم باطلاعك، اقرا. قلنا قبل كده برضو في فيديو بتاع البنات، لو مش بتزهق من القرايه في تطبيق اسمه اقرا لي، بالكتب سمعيه، وانت ماشي في اي مواصله بتاع في شغلك اي حاجه، حط الكتاب واقرا واسمع. طبعا في كتب كتير على طبيعه المراه. لازم تكون انت ملم بالحاجه زي كده، لازم تكون انت عارف هتتعامل مع البنت دي ازاي. تمام. فكرة تدخل في، ما ينفعش انت تبقى شخصية اعتمادية، لسه مامتك بتلبسك، لسه بتروح تجيب لك لبس، لسه مش عارفة ايه، مش عارف تمشي في حياتك لوحدك وتروح تخطب. ما ينفعش. لازم تبقى شخصية بمعنى اصح مستقلة، يعني تعرف تكسب كويس قرارك لوحدك وهكذا. فكرة ان انا اروح اخطب لبنت وانا مش عندي خطط مستقبلية لشغلي، او دماغي مش شغالة بعد كده هيحصل ايه، وباصص تحت رجلي بس، ما ينفعش. يعني ما ينفعش ابو البنت اصلا مش هيقتنع. يعني انت فين دماغك بعد كده تعمل ايه؟ طب انا مستقبل بنتي معاك ايه؟ يبقى لازم اكون انا مخطط لحياتي بعد كده، وحاطط مقسم اهدافي كده، اهداف قصير المدى، اهداف متوسط المدى، اهداف طويله المدى. لازم اكون مقسم اهدافي لحاجه زي كده، اكون انا كمان 4 سنين اكون انا في الحته الفلانيه خلصانه. يعني لازم اكون معنى صح محدد شغلي هيوديني فين بعد كده. تمام. لو انت تفتح مشروع كويس خاص بيك، صغير خاص بيك غير شغلك، يبقى دي حاجه كويسه جدا، على الاقل هيساعدك بعد كده كماديات. لازم تعرف ان كل حاجه لها حدود. حدود يعني ايه؟ يعني تدخل اي حد في حياتك لازم يبقى بحدود.
ما ينفعش كل اللي رايح واللي جاي عمال يرمي عليك كلمه وانت سايب الموضوع سداح مداح. انت داخل على جواز، يعني داخل على مسؤوليه، يعني داخل على فتحان بيت، يعني داخل على حاجه خاصه بيك، يعني داخل هتبقى اب، يعني داخل هتبقى فعلا مسؤول عن حاجه كبيره جدا جدا جدا. ما ينفعش كل شويه حد يروح رامي كلمه، تروح تقعد مع اصحابك تروح تكلمهم عن بيتك، ده مراتي مش عارفه خانقاني، ده خطيبتي مش عارفه. ما ينفعش. انت راجل راجل راجل، يعني راجل يعني بتحافظ على بيتك، راجل يعني اسرار بيتك ما ينفعش تطلع بره، راجل يعني انت تاخد قرارك لوحدك. ما ينفعش انت تكون سايب كل واحد يقول اللي هو عايزه. ما ينفعش. حتى لو كان قريب منك انت توقف كل واحد بحدود، باسلوب كويس محترم، كل واحد يبقى عارف معنى صح مكانه كويس فين. انت تعرف تدير كل حاجه بنفسك لانك راجل مادام دخلت على الجواز. تمام. نصيحه من اختك، مش تختلط قوي. تمام. يعني خليك في حاجه اسمها خصوصيه، خصوصيه في حياتك، خصوصيه في شغلك. ما تعرفش الناس يعني بمعنى صح كل حاجه. مش بتكلم على الجواز بس، انا بتكلم على كل حاجه في حياتك. ما ينفعش يبقى كل اصحابك عارفين كل حاجه عنك، ما ينفعش. ممكن انت بعد كده يحصل اي مشكله وتلاقي ان دي نقطه ضعفك، يعني ان الناس عارفه حاجه عنك دي نقطه ضعفك. لا يا جماعه، يعني انا بقول انا دايما ان السر لو طلع من بقك يبقى مش اسمه سر اصلا. اسرارك بينك انت كشخصيه، اصلا اسرارك بينك، والله شريكة حياتك جت يبقى لازم تشركها معاك، مش مشكله. هي اهل لشيلان الاسرار دي. يعني هل هي فعلا هتحافظ على اسرارك؟ تمام. شايلها. مش اهل يبقى انت كده اخترت غلط، وتستحمل بقى بمعنى اصح وما تقولهاش حاجه. تمام. فكره ان الخصوصيه خليها في حياتك شويه. تالت حاجة، اعرف ان يمكن انا قلته في الفيديو بتاع الاختيار، ان انت ما تختار، مش تختار بمعنى صح على اساس الجمال وبس. لازم يبقى الدين موجود، لان الدين ده هو اللي هيبقى لك في الاخر وفي الاول. تمام. بر اهلك، لان طبعا امك وابوك اهم حاجة عندك، مكانتهم عالية جدا، برهم مطلوب منك عشان ربنا يبارك لك في حياتك. بس البر ملوش علاقة بالشخصية، عشان متفقين. بس البر ملوش علاقة بالشخصية، ملوش علاقة بحياتي الخاصة، ملوش علاقة. انا ابرهم، اخد بالي منهم، مش هرفض لهم طلب، مش عارفة ايه. بس لازم اكون كل حاجة من معنى صح في حدود، او كل حاجة ليها مكان، او كل حاجة انا بشخصيتي، واعرف ان انا بمعنى صح يعني اوصل الحاجة لبابايا ومامتي، ان انا يا ماما انا كبرت، انا شلت مسؤولية، انا اعرف ادير لوحدي، انا كذا انا كذا انا كذا، باسلوب كويس يعرف يوصل لهم. وبرضه بمعنى اصح مش هزعلهم. انا راجل يا ماما، اعرف اعتمد على نفسي، واعرف اعمل كذا وكذا وكذا وكذا. بس المشكله بقى انك فعلا تكون راجل وبتعرف تعتمد على نفسك، يعني مش تضحك حد عليك. يعني لما تخشش على الموضوع ده غير لما تكون انت فعلا متاكد انك خلاص انا على استعداد ان انا اشيل مسؤوليه بيت. لان الموضوع مش سهل زي ما انت متخيل. الموضوع مش فلوس. الناس كلها فاكره ان الجواز فلوس. الموضوع مش فلوس بس. الموضوع ان في، انا قلت قبل كده ان دي روح متعلقه في روحك، انت اللي شايلها، انت اللي مسؤول عنها، انت اللي مسؤول على اهتمامها. هي سابت كل حياتها اللي كانت عايشاها قبل كده، ودخلت معاك حياه جديده مع ناس جديده عنها، مع اي حاجه جديده في جديده، فلازم انت تعوضها على اللي هي سابته. ما ينفعش تبقى انت كمان مريح راسك وطول النهار في الشغل وي. تمام. ده كده كان ملخص سريع ان انا لازم اكون عندي كمية المعلومات دي علشان فعلا ابدا اخش على موضوع الجواز. ما ينفعش انا يكون في حاجه ناقصاني من الحاجات دي وانا لسه وداخل كده بصدري بمعنى صح. مش همي حاجه وخلاص انا هتجوز وخلاص ومش عندي درايه باي حاجه. اهتموا يا جماعه الشباب، اهتموا بثقافتكم، اهتموا فعلا بطبيعه المراه اللي احنا اصلا فقدناها. دلوقتي الراجل بيتعامل مع مراته بكل قسوه. انا مش عارفه، الواحد بيسمع قصص صعبة جدا. وفكرة الضرب دي ممنوعة. ضرب ايه؟ انت اصلا فقدت رجولتك لما ضربت. دي يعني ايه بالصراحة كده؟ مفيش راجل. الراجل ده يعني حنية، يعني شد بس شد بحنية برضو. بيصلح بهدوء بمعنى صح. هو بمعنى، انا مش عارفة اقولها ازاي، بس انا مش متخيلة ان راجل يضرب واحدة، يعني مستوي عضلاتك على واحدة، وواحدة دي اللي سابت كل حياتها عشانك. يعني دي ازاي طيب؟ مش متخيلها اصلا. يعني انا عن نفسي مش متخيلها. ربنا يهدي الشباب وربنا يهدي البنات، وان شاء الله اكون افدتكم في الفيديو ده. يا ريت نطبق، ويا ريت المعلومه اللي ناخدها نشيرها، ويا ريت المعلومه اللي ناخدها نتفاعل معاها. وانا بعتذر لو انا اسلوبي شديد قوي في التعليقات، بس ده المطلوب مني كواحده وكبنت، ان انا اصلا تعامل الرجاله زي اللي انا لسه منزلاه، ان انا اساسا المفروض ما يكونش في تعامل، ما يكونش ان انا ارد على حضراتكم. بس برضو انا احتراما ليكم واحتراما وتقديرا للشخصيه اللي بتعلق، يبقى الشخصيه دي مقدراني فانا لازم ارد. فلازم ردي يبقى معلش يبقى
بشيد فاستحمله، هو مش عصبية ولا حاجة، بس هو لازم يبقى فيه شدة كده في الرد. الاختلاف بين ولد وبنت، هو البنت عادي كلامها بيبقى كلام عادي معاها، بس كراجل لازم يبقى فيه شد في الكلام شوية. معلش استحملوني بقى. وان شاء الله بإذن الله في قريب جدا محاضرة في الزقازيق بإذن الله. نشوفكم على خير، مش تنسى تطبق، تتفاعل، تشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.